السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قلب وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن، اجتماع من العيار الثقيل جمع قادة الجيش المغربي بوزير الحرب الأمريكي، صناعة الدفاع، الأمن السيبراني وملف الصحراء المغربية. غادي نتعرفوا في هذا الفيديو على شنو تناقش بالضبط في هذا الاجتماع، وعلاش الاجتماع رقم 14 مهم جدا بالنسبة للمغرب. كل التفاصيل غنتعرفوا عليها في هذا الفيديو. إذن يوم 14 أبريل الماضي انطلقت بواشنطن أشغال الاجتماع 14 للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية، والتي استمرت إلى غاية 16 من نفس الشهر. اللقاء كان رفيع المستوى، بحيث حضره وزير الحرب الأمريكي بيت هيغيست، حيث استقبل شخصيا الوفد المغربي الهام اللي كيتكون من جوج ديال الأعمدة ديال الدفاع في المملكة. الأمر يتعلق بعبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق الأول محمد بريد، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية. الاجتماع حضره كذلك سفير المغرب بواشنطن يوسف العمراني، والسفير الأمريكي بالرباط ديوك بوكان الثالث، وهذا يعطي إشارة على الأهمية الدبلوماسية والعسكرية للقاء. البلاغ الرسمي لهذا الاجتماع قال أن المحادثات كانت معمقة وهمت تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، ولكن غادي نركزوا على 3 ديال المجالات استراتيجية بالضبط. المجال الأول هو الدفاع الكلاسيكي، وهنا كنهضروا على المناورات المشتركة بحال مناورة الأسد الإفريقي وتحديث الترسانة العسكرية والتنسيق في مكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء. والمجال الثاني هو صناعة الدفاع، وهذا هو الملف الأهم، بحيث المغرب يسعى لتوطين صناعة عسكرية محلية، وأمريكا شريك أساسي في نقل التكنولوجيا والخبرة لإنشاء مصانع الذخيرة والطائرات المسيرة. أما المجال الثالث فهو الأمن السيبراني، بحيث الحروب الجاية هي حروب رقمية، والتنسيق ما بين الرباط وواشنطن في حماية البنيات التحتية الحيوية من الهجمات السيبرانية رجع أولوية قصوى للبلدين. ولكن أهم ما جاء في الاجتماع ماشي غير الملفات التقنية، كانوا جوج رسائل سياسية قوية جدا. الرسالة الأولى من الجانبين تمثلت في الإشادة بقوة بالعلاقات التاريخية والنموذجية ما بين الرباط وواشنطن، ووصفوها بالتحالف التاريخي اللي كيتعزز تحت قيادة قائدي البلدين. أما الرسالة الثانية من الجانب المغربي، فالوفد المغربي استغل المناسبة باش يشيد بالموقف الأمريكي الداعم للسيادة التامة والكاملة للمملكة على الصحراء المغربية. وهذه رسالة مهمة كتجي من قلب البنتاغون، وكتأكد أن دعم واشنطن لمغربية الصحراء هو موقف مؤسساتي وثابت، ماشي فقط غير ديال إدارة معينة. كما أبرز المغرب الدور ديالو كفاعل ملتزم بالسلام والأمن الإقليميين، في إشارة للدور اللي كتلعبو المملكة في استقرار المنطقة ككل. خلاصة القول، الاجتماع 14 للجنة الاستشارية ماشي فقط اجتماع روتيني، بل هو للتأكيد على أن المغرب هو الحليف الاستراتيجي الأول لأمريكا في شمال إفريقيا. مناقشة صناعة الدفاع كتعني أن الشراكة غادية تنتقل من بائع ومشتري إلى شريك مصنع. وأيضا مناقشة الأمن السيبراني كتعني أن التنسيق رجع في أعلى المستويات الاستخباراتية. والأهم كيف ما
أسلفنا الذكر هو تجديد الدعم الأمريكي لمغربية الصحراء من أعلى مؤسسة عسكرية في العالم. هذه رسالة للداخل وللخارج. إذا كانت هذه هي أقوى تفاصيل الاجتماع الدفاعي بين المغرب وأمريكا في سنة 2026. في نظركم شنو هو أهم ملف خاص المغرب يركز عليه مع أمريكا؟ واش صناعة الدفاع ولا الأمن السيبراني؟ نتمنى تكتبوا لنا في التعاليق الرأي ديالكم، وما تنساوش واحد اللايك وواحد الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. ودمتم في رعاية الله.